صباح الفل أو مساء الفل، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مسرح الأساطير والأفلام. النهاردة بنرجع للمسرح من خلال مسرحية A Doll's House وترجمتها منزل الدنيا. المسرحية دي كتبها الكاتب النرويجي المشهور هنريك إبسن، وأول مرة اتعرضت كانت سنة 1879. يعني بنتكلم يا جماعة فوق 140 سنة فاتوا على المسرحية دي، والغريب بقى إنها لسه عايشة معانا لحد دلوقتي، وموضوعها موضوع ما زال عامل أزمة لحد دلوقتي برضه. المسرحية بتناقش حياة نورا وزوجها تورفيلد. تبدأ المسرحية في وقت عيد الميلاد المجيد اللي هو الكريسماس. نورا جايبة هدايا كتير وتورفيلد بيقابلها بلوم، بيقول لها أنت مسرفة، بيسألها إن كانت بتاكل بونبوني ولا لأ، ولكنها بتكذب عليه وتقول له لأ. وبيجي لبيتهم ضيفين، دكتور رانك صديق العائلة الغني، وكريستين صديقة نورا من زمان اللي بتقعد تشكيلها من حياتها من وقت وفاة جوزها وازاي سابها من غير لا فلوس ولا اطفال. ولكن نورا بتشاركها الكلام وبتشاركنا احنا كمان، وبتقول لها ان هي كمان عدت بفتره زي كده. جوزها تعب شديد جدا واضطروا يسافروا ايطاليا، وهي استلفت فلوس من موظف في البنك زميل جوزها، ولكن هي قالت لجوزها ان الفلوس دي سلفه من والدها، وزورت كمان امضه والدها، لان ببساطه وقتها الستات ما كانش مسموح ليهم بالمعاملات الماليه، وهي فضلت تسدد الدين ده في السر عن طريق انها تغسل هدوم للناس وتخيطها. ولكن هي بقى دي ولكن اللي بيجي بعدها اي ازمه في اي موضوع بنتكلم فيه. الموظف ده يبتزها انه يقول لجوزها عشان جوزها هيترقى وهيرفضه من الشغل، وللاسف بتفشل محاولات نورا للمماطله، ومستر كروغستاد اللي سلفها الفلوس يبعت جواب لتورفيلد، ولكنه مش بيقراه في وقتها، عشان يقراه في وقت تاني بعد رجوعهم من حفله وكانوا مبسوطين والدنيا زي الفل. يبدا تورفيلد من هنا ينهار ويفقد اعصابه، يقول انت ست غير شريفه وغير مسؤول عن تربيه اطفالنا، وان جوزه من هنا ورايح مجرد مظهر قدام الناس، وازاي انه بسببها بقى تحت رحمه واحد زي كروغستاد. واثناء الهيصه دي الخدامه بتدخل بجواب تاني لنورا من كروغستاد، ولكن تورفيلد بياخده يقراه عشان يلاقي فيه باقي الشيكات اللي على مراته. كروغستاد يا جماعه تنازل عن الفلوس بعد ما كريستين صديقه نورا راحت له وقالت له انها كانت بتحبه من زمان، ولكن ظروف الماديه خلتها تتجوز حد غيره عشان تساعد والدتها واخواتها. كروغستاد تخلى عن فلوسه عشان الحب، ولكن في هذه الاثناء تورفيلد بيتحول من الغضب للفرح، ويولع في الشيكات وجواب، ويقول لنورا بكل براءه حصل خير يا حبيبتي وانا مسامحك. لكن نورا بترفض السماح وتقول له انها هتسيبه بعد شعورها بالخيانه، وتقول له انها محتاجه تعرف نفسها عشان هي كانت بتتعامل معاه كدميه، ومع والدها برضه محدش فيهم عاملها كبني ادمه. تورفيلد بيستغرب ويقول لها ان عليها دور كأم وزوجه، ولكنها بتقول له ان عليها واجبات لنفسها لازم تحققها الاول، وبتسيبه وتمشي عشان يقع وينهار زي الاطفال. وبكده نكون لخصنا المسرحيه بسرعه شديده جدا. طبعا يعني اللي عنده وقت او بيحب الحاجات دي انصحكم تقراوها او تتفرجوا عليها على النت، هتعجبكم جدا. المهم خلينا نبدا سريعا بتحليلنا للمسرحيه ونشوف النقط اللي معانا. اول حاجه حابب اتكلم عنها هي فكره الريد فلاجز. يعني شايفين يا جماعه المسرحيه من 140 سنه، وكان الراجل الكاتب عمال يلمح بكلمات على لسان شخصياته توضح الريد فلاجز دي. يعني مثلا فكره ان واحد بيسال مراته تاكلي بونبوني ولا لا، تكذب عليه. دي نفس اغنيه الاطفال اللي ممكن بعض منكم يكونوا عارفينها، اللي هي جوني جوني يس بابا، اللي هو عن الطفل بياكل بونبوني وهو بيقفشه وبيكذب عليه. يمكن كانوا هم مستلمين الاغنيه اساسا من المسرحيه. فبسم الله الرحمن الرحيم كده الكاتب داخل يوريني المعامله بين زوج وزوجته ازاي عامله زي اب وابنه او ام وبنتها، يعني معامله الاباء مع ابنائهم، مش طرفين في نفس السن بيتعاملوا مع بعض. وكمان لاجل التاكيد الكاتب قال لك يقولها بصراحه في اخر المسرحيه في الواجهه بينهم، لما نورا قالت لجوزها انت وابويا كنتوا بتعملوا زي عروسه لعبه ملهاش راي. I've been treated most unjustly, Torvald. First by father and then by you. What do you mean? Both of us have loved you more than anyone else in the world. He used to call me his doll child, and he played with me just as I played with my dolls. فطبعا ده ريد فلاج خطير جدا يا جماعه للستات وللرجاله. محدش فينا داخل علاقه عشان يكون مجرد تسليه للشخص التاني، كلنا بنخش اي علاقه من اول الصداقه عشان نلاقي بس حد نشارك معاه حياتنا، ومختلف الدرجات حسب كل علاقه. يعني غير كده اذى يا اخوانا، ما ينفعش نعيش بالطريقه دي. ولكن المضحك في المسرحيه ان هنريك إبسن انتقم من الناس اللي كانت بتتزنق في العلاقات لما ورانا الطرف المؤذي اللي هو تورفيلد، وهو عمال يعيط زي العيال لما نورا سابته. فشفنا الاشخاص التوكسيك على حقيقتهم، وهي انهم عيال. عارفين يا جماعه زي العيال الصغير الرخم اللي عايز ياخد كل الاهتمام، فيعمل اي حاجه عشان ياخد اهتمام الناس. نفس الكلام مع الناس التوكسيك، تلاقيه عمال يشتكي من الناس، ولو انت اشتكيت يقول لك انت ما مريتش باللي انا مريت بيه، وهكذا. هو عايز الاهتمام عليه هو بس، ولو حس بالزهق او ان انت مركز معاه خلاص هيفكس لك ويبدا ما يردش عليك. وتصرفات العيله دي اللي احنا كلنا عارفينها ومرنا بيها في اي علاقه. المهم مش عايز اطول في النقطه دي، مع نقطه اهم، وهي نقطه عجبتني الكاتب عملها، يعني ان هو عمل مقارنه او انالوجي بين تورفيلد وكروغستاد كرمزين للرجوله او كشخصيتين رجاله
عمل بينهم مقارنه بسيطه كده، ودي فكره النقطه اللي انا بتكلم فيها. ازاي واحد زي كروكستاد ضحى عشان الحب، واحد تاني زي تورفيلد ضحى بالحب. طبعا انا عارف النقطه دي شكلا كده واللي لسه بتكلم تحسها كليشيه قوي، ولكن يا جماعه النقطه دي في وقتنا مهمه قوي قوي. العالم في الوقت الحالي ومن فتره كبيره يمكن من وقت المسرحيه حتى بقى مجتمع مادي بشكل كبير. الحب والمشاعر انحدرت اهميتها بشكل كبير بسبب اهتمام الانسان بمكانته الاجتماعيه وشكله قدام الاخر وحالته الماديه، وكل الامور دي ما كانتش دايما تيجي مع الحب. حتى في جمله مشهوره قوي بنسمعها هنا، هي ان الحب بيجي بعد الجواز. انا من وجهه نظري انها مش غلط خالص، ولكنها يعني مش صح حاجه. اصلا ممكن اكون انا عايز حد لاسباب معينه، سواء كانت احتياجات ماديه او جسديه، ومش عيب، مش عندنا احنا بس، الموضوع في كل المجتمعات. بس اللي بقى نادر ان حد يختار حد عشان الحب بشكل اساسي او يضحي بحاجه مقابل الحب. وللسخريه ان تورفيلد كان معاه كل حاجه في حياته، مع حد في حياته بيحبه وقابله وكان خلاص عنده منصب، ولكن كله كان شاغله المنصب والفلوس، على عكس كروكست اللي كان اهم الفلوس وانه يضمن شغله، بس ضحى بكل ده اول ما لقى الحب. وانا مقتنع بفكره ان العلاقات الصحيه السويه، بس عشان نعيد تاني، الصحيه السويه، شد بس خطوط كتير على الكلمتين دول. العلاقات دي يا جماعه بتكون قادره تزق الطرفين بشكل كبير. لما تلاقي حد بيشجعك كل يوم ويقولك انت كويس وانت تمام وانت قادر تعملها، طبعا بيبقى شيء كويس ولازم تعمله لنفسك، مفيش كلام. بس لما تلاقي حد تاني بيقولك في الايام اللي انت مش احسن حاجه فيها، فده هنا بيعمل فرق. يعني انت تكون مدون وحاسس انت مخنوق وحاسس ان الدنيا بتنهار منك، لا حد لا بيطبطب عليك يقولك انت كويس تقدر تعملها. وهنلاقي ناس كتيرة من الناجحة في الرياضة مثلا متجوزين من سن صغير عشان يبعد مخه عن التشويشات التانية. يمكن الفكر ده مش منتشر عندنا حاليا بس ده كان موجود زمان. لكن حاليا بقى في فكر الفردانية او الانديفيدواليزم، ان الواحد يفكر في نفسه وخلاص وتوظف الباقي. فما بقاش فيه اهتمام قوي بفكرة العلاقات حتى، عشان ببساطة محدش بقى عنده خلق يشيل هم حد تاني غير نفسه. عشان كده خلينا نتكلم عن آخر نقطة، وهي هل الناس اللي انت معاهم دول عايزينك كبني آدم ولا عايزينك كدمية؟ عايزين حد يسليهم ولا بني آدم ليه أفكاره واقتناعاته الشخصية؟ وللأسف حتى ده ممكن يكون مع الأهل. ساعات بتحصل مشاكل كتير مع الأهل بسبب فكرة إن أنت جاي مننا، هتقول بقى كلام مخالف عننا وعن اللي احنا عرفناه. زي ما نور قالت في المسرحيه ان والدها كان بيعملها زي الدميه برضه. وخلي بالكم في ناس كتيره سواء علاقتك بيهم ايه بيكونوا خايفين من صحوتك دي. والله العظيم ما نظرتهم ابره صدقوني، بس فعلا في ناس عايزين الشخص اللي معاهم يفضل كده في الضلمه، عشان ببساطه بيحس بالتهديد منك. حتى لو زميلك في الشغل ليه علاقه قد تكون سطحيه بشكل كبير، ولكن بيفضل يحاول يخليك متخدر ومشي الدنيا وخلاص. عشان ببساطه في ناس بيحسوا بالقدرات اللي جواك قبل ما تحس بيها، فبيحاولوا يخلوك في حاله خمول عشان ما يحسوش هم بالتقصير او انهم اقل منك. وده بنشوف العلاقات اكتر بكتير، ويمكن بيحصل مع الستات اكتر كمان، عشان في بعض المجتمعات زي عندنا الراجل بيستمد قوته وهيمنته من فكره ان هو اللي بيجيب الفلوس وهو اللي بيشتغل وهو اللي فاتح البيت، وبمجرد انك تسحبي منه الحاجه دي الفكره يبقى عامل ازاي. عشان كده ممكن يعمل كل ما عنده عشان يحسسك انك مالكيش فايده واللي بتعمله مش مهم. وده طبعا مثال محدد مش تعميم عشان بس الكلام ما يتفهمش غلط. بس فده بالنسبه لي كان وجهه نظري في المسرحيه بشكل سريع جدا. يعني اتمنى ما اكونش طولت كالعاده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش يا ريت تكتبوا رايكم في الكومنتس وتردوا على الاسئله اللي قلتها لكم، تعملوا لنا سبسكرايب او فولو، يا ريت تسمعوا الحلقات القديمه. انا كالعاده كنت معاكم عمر الدش من مسرح القصري والافلام. سلام.